مش مصدقه ان محدش اخد باله من ماركتينج مصطفى حسني ولا اتكلم عليه. خليني اقولك على الاستراتيجيز اللي بيستخدمها علشان ينجح كده على السوشيال ميديا. حسني بيستخدم استراتيجي تسويقية زيه زي أكبر البراندز. أول حاجة كده إنه فاهم جمهوره كويس جدا، فمش بيتكلم على أي موضوع كده وخلاص. هو عارف احتياجات الشباب كويس جدا، فبيركز على المواضيع الشبابية والمشاكل الواقعية زي القلق والعلاقات والصراعات النفسية، فبيقدم ليها حلول عملية من منظور ديني تربوي بأسلوب بسيط وسهل إن أي حد يفهمه، وده موسع دايرة جمهور. تاني حاجة انه بيتكلم في مواضيع common و relatable في حياة كل واحد، وده بيحسس الجمهور ان المحتوى موجه ليه شخصيا، فبيفضلوا متابعين كل حاجة بينزلها. وده سر خلطة المحتوى الناجح على السوشيال ميديا. ستوري تيلينج عنده جبارة، ما بيقدمش نصايح جافة كده وخلاص، بالعكس بيحكي قصص حقيقية وتحديات شبابية عشان يوصل رسالته. ده بيخلي المحتوى أقرب للقلب وأسهل في التفاعل والمشاركة، بيخلي الناس تشاركوا مع صحابهم عيلتهم كده، لأن المحتوى بيوصفهم. عشان كده دايما في الكورسات بتاعتي بقول يا جماعة لما تيجي تدور على موضوع تتكلم عنه في المحتوى بتاعك، دور على مواضيع بيدور عليها الجمهور، مش المواضيع اللي من وجهة نظرك انت مهمة. تفاعل قوي مع الجمهور، مش بس بينزل فيديوهات كده وخلاص، بالعكس كمان مهتم بالستوريز وبينزل اسك اسبوعي بيخلي الناس تبعت له مشاكلهم والاسئله بتاعتهم، وده بيخليه ياخد الاسئله دي والمشاكل دي ويعمل منها محتوى. يعمل لايف باسلوب منظم ومواعيد ثابته، فده بيبني علاقه قويه جدا بينه وبين الجمهور، انه بيخلي الناس تحس انه قريب منهم، فبيبني مجتمع متفاعل. في اي حاجه بعد كده بينزلها الناس بتتفاعل معاه. موجود في كل مكان، تيك توك، انستجرام، يوتيوب، لو فتحت اي منصة هتلاقيه. ده بيخليه يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. التصوير، الإضاءة، المونتاج عنده على أعلى مستوى، وده بيدي المحتوى قيمة أعلى وبيشد المشاهد أكتر. قولولي انتوا بقى شايفين مين تاني ناجح في الماركتينج وبيقدم نفس نوع المحتوى؟